اسمع بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. في الخطبة اللي أنا كنت بخطبها هنا آخر مرة ذكرت موقف الراجل اللي كان متجوز بقاله 5-6 سنين وربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه بالأولاد. إيه اللي حصل معاه؟ افتكر معايا على وشالة كده. لما دخل المسجد ورأى راجل فلاح بسيط كده في المسجد، الراجل الفلاح لقى الراجل اللي مش بيخلف دوت مهموم وحزين. قال له ايه يا ابني مالك؟ قال له يا عم الحاج انا بقالي 5-6 سنين متجوز ورحت لكل الدكاترة اللي اعرفها وربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لي الانجاب. افتكر معايا الراجل الفلاح البسيط قال له ايه؟ قال له يا ابني انا اعرف ان النبي بيقول ان اللي يقوم لربنا في اواخر الليل وقبل الفجر كده ويدعي ربنا بيرضيه وهيرزقه بالاولاد. رجع الراجل اللي ما كانش بيخلف وقام ودعا ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت، وبعدين رجع بعدها بكم يوم قابل الراجل الفلاح في المسجد قال له لقد أكرمني الله عز وجل وزوجتي الآن حامل بقدرة الله. اسمع بقى للعجيب بعدما توحد الله. أنا كنت بخطب في عزا عندنا هنا في الشرقية وشاء القدر، خلي بالك أنا أقسم لك بالله من على منبر رسول الله والله على ما أقول شهيد، شاء القدر إن في أحد الشباب من المنصورة حاضر العزاء دوت بقدر الله. خلي بالك يعني أنا كنت بخطب في العزاء، يعني ما كنتش لابس جلباب، كنت لابس بلطو. فالراجل لما شافني ما كانش متأكد إن أنا الشيخ محمد. فبعد ما انتهيت من الخطبة الشاب ده جالي وبعدين بيقول لي إيه بقى، ما تسرحش بالله عليك، صلى على حبيب قلبك محمد. بيقول لي هو أنت الشيخ محمد صبرة؟ قلت له إن شاء الله. اسمع بقى، مفيش بعدها بدقيقة جه واحد تاني كان معاه وقعد جنبه بيقول له هو الشيخ؟ قال له آه. قال له حكيت له ولا لسه؟ قال له لسه بحكي له اهو. هيحكي لي إيه بقى؟ قال لي والله العظيم يا شيخ أنا متجوز بقالي 3 سنين وربنا أخر علي موضوع الإنجاب. قلت له هذا قدر الله واحمد الله على ما أنت فيه. قال لي الحمد لله يا شيخ بس اسمعني، يعني عاوز يقول لي اسكت بقى ما تتكلمش، اسمعني هقول لك ايه. قلت له اتفضل قول. قال لي قعدت 3 سنين من غير إنجاب. ماشي وبعدين؟ قال لي لفيت على كتر الدكاترة اللي أعرفهم قريب بعيد بياخد كشف غالي رخيص، لفيت على الجميع لحد ما رحت للدكتور وقررت إن أنا أعمل أنابيب. فبيقول رحت للدكتور وقال لي مفيش مانع بس احنا بنمشي على العلاج يعني 3-4 شهور، ولو مفيش نتيجة بعد كده بنعمل عملية الأنابيب دي. فبيقول والله يا شيخ مشيت 3-4 شهور اللي الدكتور قال عليهم ولم يقدر الله عز وجل. حددت ميعاد العملية ودفعت فلوس العملية، وبيقول بقدر الله أنا ماسك التليفون فبقلب كده على السوشيال ميديا فلقيت لحضرتك فيديو بالقصة اللي انت لسه سامعها مني، الراجل اللي قاعد 6 سنين بدون إنجاب مع الراجل الفلاح. بيقول سمعت الموقف، يقول والله يا شيخ والله بعد ما سمعت الموقف قلت اشوف الراجل اللي قاعد 6 سنين ده عمل ايه علشان ربنا رضاه في الاخر. وبعدين بيقول اخدت الشاهد والمستفاد من القصة ودعيت ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة قبيل الفجر بأن يرزقني الله بالولد، وأكرمني الله عز وجل وحملت زوجتي حملا طبيعيا بدون عملية بعد أن دفعت ثمن العملية بقدرة الله. وأكرمني الله عز وجل وحملت زوجتي حملا طبيعيا بدون عملية بعد أن دفعت ثمن العملية بقدرة الله. وبيقول زوجتي يا شيخ بقالها 4-5 شهور ماشية في الحمل، وبالله عليك تدعينا أن ربنا يكبر بخاطرنا ويرضينا. انت عارف أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تجزع أبدا. ليه يا عم الشيخ؟
إن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت قدرته